لو معدي على المقابر بالليل لازم تقرأ قرآن، لأن لو ما عملتش كده ممكن يحصل معاك زي اللي حصل مع الشاب ده. اكسبلور ويلا نبدأ. القصة دي حصلت مع شاب اسمه خالد وعنده 15 سنة. في يوم من الأيام خالد كان راجع من شغله بالليل والطريق لبيته كان بيعدي على مقابر. خالد أول ما بيجي عند منطقة المقابر دي بيسرع في مشيته وبيقرأ قرآن في سره، علشان يعني بيكون متوتر وكمان بيكون راجع بالليل. المهم الليلة دي نسي خالد يقرأ فيها قرآن ودخل منطقة المقابر وهو سرحان، وفضل ماشي شوية وهو ما يعرفش أصلا إن هو في المقابر، لحد ما بدأ يسمع صوت حد بينادي عليه. خالد وقتها فاق لنفسه وبدأ يقول مين، وبيقسم وقتها انه سمع حد بيقول له انا، ولقى كلب اسود طالع من نفس المكان اللي سمع منه الصوت. خالد من الخضه سمى الله وبدأ يبص حواليه على المكان اللي هو فيه، وادرك وقتها انه في المقابر. فطبعا زيه زي اي حد مكانه اتوتر وحس بالرعب وبدأ يحاول يقرأ قرآن، ولكنه اتفاجئ ان لسانه بقى عمال يتقل وبقى زي المشلول ومعرفش ينطق بولا كلمة. وفي الموقف المرعب ده الكلب عمال يقرب عليه، فقبل ما الكلب يحصله بدأ يلف ويجري، ولكن برضه رجليه بدأت تتربط وما تتحركش، والكلب في ظهره عمال يقرب منه اكتر. بيبص خالد على ظل الكلب لقاه اتحول وبقى ظل ضخم جدا ومليان شعر، وكان على هيئة واحد واقف وعايز يخنقه، وفجأة هجم عليه ورماه على الارض. والغريب ان خالد في اللحظة اللي اترمى فيها على الارض فتح عينه وبيبص لقى نفسه موجود على اول طريق المقابر لسه، واكتشف ان كل اللي حصل معاه ده ما كانش حقيقي. هو اللي كان شايف الكلام ده وهو ماشي سرحان، ولكن اللي اثبت له ان الكلام ده ما كانش تخيلات لما دخل المقابر بص على المكان اللي شاف فيه الكلب، والمرعب انه لقاه فعلا واقف وبيبص له بكل شر. فعرف ان يمكن اللي شافه ده كانت حاجه من عند ربنا علشان يخلي باله وما يمشيش ابدا من المكان ده غير وهو محصن نفسه بالقرآن. وبكده خلصنا.